هلو. في الفيديوهات اللي فاتت عملنا مع بعض البوك مارك دي، وعملنا كمان اللوحة التحفة دي مع بعض. كانت بسيطة جدا بس طلعت تحفة في الآخر. وفي آخر فيديو قلتلكوا إننا هنتدرب على الحروف مع بعض وبأشكال مختلفة، وعلشان كده جهزت ورقة مكتوب عليها جليتر داي اللي هو اسم القناة يعني، واحتجت معاها كربون وقطعة الخشب اللي كنت بتدرب عليها في الفيديوهات اللي فاتت. اتدربنا فيها على الخطوط والمنحنيات والدوائر والتظليل، وعملنا أشكال مختلفة بالأدوات البسيطة اللي كانت معانا. هثبت الكربون والورقة والخشب مع بعض كويس، وهبتدي اكتب الحروف واحدة واحدة. انا هستخدم نفس قطعة الخشب بس هشتغل على الناحية التانية. الحقيقة انا مش محترفة في كتابة الفونتات المختلفة او اشكال الحروف، علشان كده انا استعنت بالكربون وهبتدي اطبع الحروف على الخشب بالشكل ده. عادي جدا يكون في حاجة احنا ما بنعرفش نعملها رغم ان المجال ده انا متخصص فيه او متميز فيه. مش غلط ابدا اني اواجه واقول معرفش، بس الغلط الحقيقي ان اقف عند الكلمة دي وما حاولش ادور على البديل اللي يوصلني للهدف اللي انا عاوزه. اول حاجة اللي حابب اعملها او اتعلمها زي ما عملت هنا بالظبط، انا مش بعمل الفونت او الخط بشكل كويس رغم اني برسم بقالي كتير، بس الخطوط ليها تقنيات واسلوب مختلف، بس في نفس الوقت عاوزة اتدرب على الخطوط بطريقة الحرق. فما وقفتش عند النقطة دي ودورت على البديل اللي يساعدني ان اقدر اكمل واعمل اللي انا عاوزاه. خدوا ده في مواقف كتير في حياتنا، كتير حاجات بتعصلك معانا وما بتمشيش زي ما احنا عاوزين، فبلاشها احسن. بس لو بعدنا خطوة لورا ممكن نلاقي البديل اللي يوصلنا لنفس الهدف بس بشكل مختلف او طريق مختلف. مش غلط ابدا اننا نقول ما نعرفش او ما زبطتش معانا، بس الغلط ان احنا نقف عند النقطة دي وما نكملش. دور على البديل ووصل لهدفك. بعد ما خلصت تحديد الخطوط هيكون ده شكلها النهائي زي ما انتوا شايفين، كل الخطوط باينة وواضحة جدا. دلوقتي هستخدم القطعة الأساسية، وغالبا كمان هستخدم القطعتين دول على حسب الفونت اللي قدامي. ويلا بينا نبتدي نكتشف مع بعض القطع المناسبة لكل فونت. بفكر اشتغل على الفونت ده بالخطوط المستقيمة وتكون جنب بعض جدا، بس في الأول هحدد الشكل الخارجي. والطرق اللي احنا هنستخدمها النهاردة في التظليل هنكون اتعلمناها مع بعض بالتفصيل في الفيديوهات اللي فاتت، فلو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر ياريت ترجعوا للفيديوهات اللي فاتت، وبعد كده تعالوا نكمل الفيديو ده مع بعض. انا هنا بملى الفراغات بخطوط كتير وجنب بعض بالطريقة دي. وده هيكون شكلها النهائي. في الفونت ده هستخدم طريقة تانية للتظليل، هو التظليل الكامل او الناعم، وبرضه هحدد الحرف والشكل الخارجي من بره الاول، وبعد كده هظلل بشكل كامل من جوه. واللي خلاني اعمل الطريقة دي ان المساحة عندي قطعة واحدة، وان الفونت عندي عامل قطعة مستقيمة على بعضها، كمان نفس الشكل في كل الحروف ما بتتغيرش. اكيد لاحظتوا ان انا هعمل حرف من كل كلمة، لان لو عملت الكلمة كلها معاكو هتاخد وقت كبير جدا. اما الفونت ده فهجرب التنقيط، وانا جربته فعلا وعجبني جدا. الفونت ده وسط، لا هو تخين فهعمل تظليل تقيل ولا هو رفيع وهضطر اكتبه عادي. عجبني جدا التنقيط فيه ومخدش وقت كبير مني، وفي نفس الوقت مدي شكل حلو جدا. عاوزة احذركم من حاجة مهمة جدا اكتشفتها بالشغل، ما تشتغلوش على خشب حبيبي زي ده او خشب MDF، اشتغلوا على الخشب العادي. الخشب العادي احسن كتير، بيكون سلس اكتر والشكل النهائي بيكون احلى. لكن الخشب الحبيبي او MDF بيكون فيه قطع صغيرة جدا بتعصلج معاكوا وانتوا بتشتغلوا بآلة الحرق، وممكن كمان تبوظ لكم كل اللي انتوا بتعملوه، خصوصا لو الآلة مش احترافية. فخلي بالكم من النقطة دي مهمة جدا. رجعت للأداة الأصلية، هبتدي اتدرب على دول واحدة واحدة، وبعد كده بعد ما اخلص معاكم هتدرب على كله، يعني هبتدي اعمل كله، بس طبعا مش معاكم عشان وقت الفيديو هيبقى طويل جدا، وهوريكم النتيجة في الاخر. طبعا كل ما ندرب ايدينا زي ما قلت لكم كل ما الموضوع هيبقى اسهل بكتير.
دي برضو نقطة مهمة جدا. أول لما تحسوا إن الآلة مش بتحرق كويس أو مش ماشية معاكوا بشكل سلس، يبقى لازم تصنفروا الطرف كويس جدا بأي قطعة صنفرة عندكم، وهترجع تاني تشتغل معاكوا كويس جدا. النقطة دي بتفرق جدا جدا، بالأخص مع الشغل الكتير. بما إننا بنجرب فأكيد هنجرب كتير. تحبوا اعمل انهي حرف هنا؟ ايه رأيكم نعمل الحرف واي؟ ما عملتوش ولا مرة. بس مش عاجبني الطريقة دي، هجرب طريقة تانية في الحرف ايه. ده عجبني اكتر بكتير من الطريقة الاولانية. ودلوقتي هقعد اتدرب واحدة واحدة في كل الحروف اللي انا ما عملتهاش معاكم. انتوا بقى ممكن تكتبوا اسمكم او اي كلمة او جملة انتوا بتحبوها، تقعدوا تتدربوا عليها كتير باشكال مختلفة، وحاولوا تخترعوا وتبتكروا اشكال مختلفة، وما تخافوش من ان انتوا تغلطوا. زي ما قلتلكوا قبل كده، لازم نغلط عشان نتعلم. وزي ما انتوا شايفين، لو ركزتم في الفيديو هتلاحظوا الفرق بين الحروف اللي اشتغلناها في الأول مع بعض وباقي الحروف اللي اشتغلتها بعد ما دربت ايدي عليها واخدت وقتي وانا بشتغل. التدريب عليه عامل مهم جدا جدا. صحيح هياخد معاكوا وقت شوية، بس في الآخر هتوصلوا للي انتوا عاوزينه. وزي ما بقول على طول، وأظن زهقتوا مني من كتر ما بقول الجملة دي، خدوا وقتكم واحدة واحدة. الحقيقة أنا اكتشفت في الفيديو ده إني ما صورتش النتيجة النهائية للكلمات بعد ما خلصتها، وعلشان كده جبتها من الفيديو النهائي اللي كنت بصور لكم فيه الحاجات اللي احنا عملناها كل الفيديوهات اللي فاتت. هو خلاص فاضل لنا تقريبا فيديوهين ونخلص السلسلة دي. مش سلسلة اكتشف هوايتك، لا، الفيديوهات الخاصة بفن وهواية حرق الخشب. ودلوقتي وطبعا زي كل مرة هنشتغل بشكل عملي، وهنشتغل على صندوق الخشب ده. انا رسمت عليه شكل عباد شمس، وهسيب لكم الصورة على الفيسبوك. انا عارفة ان بقالي كتير مش بنزل على الفيسبوك ولا بنزل اي صور، بس هنزل لكم كل التفاصيل والصور قريب جدا على صفحة جليتر داي على الفيسبوك، واللينك هسيبه لكم في صندوق الوصف. هبتدي هنا اشتغل بماكينة الحرق زي ما اتعلمنا قبل كده، ولو في اي نقطة عاوزة انبهكوا ليها هقول لكم طبعا، بس هنتهز الفرصة وهجاوب على سؤالين جولي في التعليقات. اول سؤال اتكرر: هل هواية الحرق سهلة زي ما بنشوف في الفيديوهات؟ اسمحوا لي اصدمكم، مفيش حاجة سهلة. مفيش حاجة في الحياة أصلا سهلة. نظرة تشاؤمية مش كده؟ بس للأسف هي دي الحقيقة. بس الحلو في الموضوع إن لما يكون عندي الرغبة إن أتعلم هواية جديدة، أو يكون عندي هواية تساعدني إن أفصل شوية عن مهام الحياة الكتير جدا، هو ده اللي بيخلق عندي التحدي إن أتدرب على هواية جديدة. هو ده اللي هيكون الحافز اللي يخليني أتدرب، ومع التدريب والاستمرارية والممارسة الكتير هو اللي هيخلي الهواية دي سهلة، ومش بس سهلة، ممتعة جدا. أما السؤال التاني: هل آلة اللحام ممكن تكون بديل لآلة الحرق؟
آلة اللحام تنفع للخطوط أو التنقيط، بس هيبقى صعب جدا نعمل بيها تظليل حلو، بس طبعا ممكن تنفع كبداية لو هي أصلا متوفرة عندنا في البيت. انصحك لو هي موجودة عندك في البيت ابتدي وجربي بيها، ولو حسيتي انك عاوزة تكملي يبقى اشتري آلة حرق متخصصة. بس لو هي مش متواجدة أصلا في البيت وكده كده هتشتري، يبقى أفضل نشتري آلة حرق على طول. عاوزة ألفت انتباهكم هنا، أنا بظلل بخطوط متفرقة شوية عن بعض، هعمل جزء بالخطوط وجزء التاني أسيبه زي ما هو. افتحه شوية، هرجع هنا انقط تنقيط غامق جدا وهرجع افتحه شوية، يعني اللي في النص ده عشان التفتيح. الجزء ده اللي هو وسط عباد الشمس نفسها هعمل فيه تظليل بالتنقيط، هنقط كل الجزء وبتنقيط غامق جدا، وبعد كده هبتدي افرق النقط وهطلع من غامق لفاتح. برضو من فوق هعمل نفس الحكاية، هغمق القوس اللي فوق وهنزل من الفوق للنص على فاتح، وبرضو هفرق النقط واخفف قوة الحرق. واخر حاجة هعمل الفروع الصغيرة دي، بما انها منحنى دائري قوي فهستخدم اداة التنقيط عشان تكون اسهل واسرع بالشكل ده. وده هيبقى شكلها النهائي، وممكن نكتب اي حاجة من تحت، اسم او كلمة، دي بقى هسيبها لكم، اكتبوا اسمكم او الجملة اللي انتوا بتحبوها او الجملة اللي بتشجعكم، وهادوا نفسكم بيها لانكم فعلا تستحقوا المكافأة. او ممكن تهادوا بيها اي حد عزيز عليكم وتكتبوا اسمه عليه. وبكده يكون فيديو بتاعنا خلص النهاردة، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.